يا مساء الفل يا احلى متابعين قناه. النهارده هنكمل سلسله تحليل بيهانس الاستراتيجي وده الجزء الثاني. فاتمنى كده تظبطوني بقى لايكات وكومنتات وما تنسوش طبعا الشير علشان الكل يستفاد. لو اول مره تشوفني انا محمد فرج ارت دايركتور، خبره اكتر من 12 سنه في مجال تصميم الجرافيك، ودي قناتي قناه مورد. انزل فعل الجرس واشترك في القناه ويلا بينا نبدا. بفكركم التقييم بيبقى عبارة عن ايه. التقييم هيبقى مكون من 5 نقاط. اول نقطة عندي الصورة والبيانات الشخصية، تاني نقطة تصميم كفر كل مشروع، تالت نقطة جودة التنفيذ والتفاصيل، تالت نقطة طريقة عرض المشروع اللي هي البرزنتيشن، اخر نقطة التنوع والتميز في الاعمال اللي هي ايه، اللي هي مثلا لو انت بتشتغل شغل كوميرشال يبقى متنوع، لو انت مثلا بتشتغل فوتو مانيبيوليشن، سوشيال ميديا، براندنج، يعني عايزين حاجات من هذا القبيل. يلا بينا نشوف اول مشروع بتاع مين. اول بورتفوليو معايا هو مريم محمود. مريم احنا الصوره بالنسبه لي تمام مفيش مشكله، ويفضل ان هي تكون فورمال اكتر وتبقى كلوزد على الوش. ونيجي عند البيانات الشخصيه، انت هنا للاسف ما عندكيش اي داتا، حتى يعني مش عارف انت كاتبه متخصصه في ايه، جرافيك ديزاينر بس ولا جونيور ولا سينيور ولا ايه حتى التخصص بتاعك. وكمان في ديسكريبشن هنا ناقص، المفروض تكتبي اي ديسكريبشن عنك، وصفك، تشتغلي ايه، اشتغلت فين قبل كده، ولو في كمان ورك اكسبيرينس، ولو مفيش مشكله ممكن تسيبيها فاضيه. بالنسبه لكفرات المشاريع انا شايف ان اغلبيه الكفرز اللي عندك هي موك ابس. على فكره يا جماعه موضوع البراندنج ده انت لو دورت عليه على بيهانس وكتبت كلمه براندنج هتلاقي حتى الناس اللي بتعمل موك ابس اللي هو الاجانب او حتى المصريين اللي هم عتاوله في حته البراندنج، هتلاقيه مثلا يا اما بيحط اللوجو بتاعه بس على خلفيه سوليد بتبقى واخده من روح البراند، او حتى بيعمل موك اب كده شكله لطيف جدا بيبين قوه المشروع بتاعه. فزي ما بيقولوا الجواب بيبان من عنوانه، فيفضل طبعا ان احنا نظبط حته الكفر. فانت عندك اغلب الكفرز اللي عندك للاسف يا مريم محتاجه انها تتظبط، تشتغلي عليها علشان تبقى بشكل احسن. ولو فتحنا مثلا اول مشروع عندي اللي هو مريم ديزاينز، بصي انا عارف ان انت واضح من شغلك انك لسه جونيور، فطبعا مع الوقت هتكتسبي خبره في الحته دي، فطبعا لازم بعد كده تحطي ايه زي سيناشري كده او زي مثلا جايد لاينز انت بتعمليها في حته البراندنج دي، ما يبقاش بس مجرد اللوجو. لو دورتي على الكلام اللي انا بقوله ده هتفهمي بالظبط انا بتكلم عن ايه. نفس الكلام ينطبق على باقي المشاريع وربنا يوفقك ان شاء الله. نخش على اللي بعده. معايا بعد كده عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي جرافيك ديزاينر. بالنسبه للصوره عبد الرحمن، فالصوره دي ممكن تحطها على الانستجرام، فيعني خليك افضل تحط صوره تبقى كلوز، يفضل تحط صورتك تبقى خاطر وشك يكون باين اكتر. تمام. بالنسبه للورك اكسبيرينس تمام، في ورك اكسبيرينس. بالنسبه للديسكربشن فالحته دي تمام، ناقص بس الصوره بتاعتك دي تظبطها وكله هيبقى تمام. ليه بنتكلم وبنعيد قوي في موضوع الصوره ده؟ عشان خاطر تدي تراست للعميل بتاعك. تمام. كفرات بتاعتك حلوه جدا، هايله بصراحه. انا لما بصيت عليهم كده دلوقتي عندي مثلا، حتى لو انت بتعمل سوشيال ميديا فمعروضه بالنسبه لي بطريقه لطيفه جدا حتى البروجكت ده. واكتر حاجه شدت انتباهي في الكفرز هو الكفر بتاع الديزاين باكجينج بتاع الشيبس ده. فنفتح المشروع ونشوف مع بعض. تمام. طريقه عرض البرزنتيشن لطيفه. انا حاسس ان دي صوره واحده، كنت لسه اقول لك يا ريت بقى نبعد عن الحته دي، يعني ما ينفعش ان احنا نحط المشروع كله في صوره واحده، خليه منفصل احسن بحيث برضو الكواليتي بتاعته تبقى احلى. وكمان يعني لو انا عايز افتح جزء منفصل لوحده فيديني الاوبشن ان انا استخدم الحته دي. البرزنتيشن بتاعتك حلوه بس اهتم بالحته اللي قلت لك عليها دي. تمام. وخد بالك بقى من الشادوهات لو انت بتعرض المشروع بتاعك ورا الايه، الباكج اللي انت حاطه. نشوف برضو حاجه سوشيال ميديا. عندك برضو تنوع في الاعمال، في باكجينج، في سوشيال ميديا، وده لطيف جدا. برضو انت واضح ان انت واخد حته البرزنتيشن الطويله دي، هي بص كانت اولد ستايل عامه، فانت حاول تغيرها بقى ولما تيجي تعمل سوشيال ميديا نزلها افضل كجريد، يعني تنزل مع بعض. حتى لو هتحط دول جنب بعض في حاجه واحده نزلها سلايد واحده افضل. حلو، بعيد عن اللخبطه. فانا بالنسبه لي لطيف جدا موضوع البرزنتيشن بتاعك، بس زي ما قلت لك نظبطه. في عندي ايه تاني؟ في شويه لوجوز واضح من الكفرز ان هي لطيفه جدا، جميل قوي يعني، حلو قوي. ده قسطه ده جميل، وكيبي ده لطيف جدا، جميل. برافو عليك يا عبد الرحمن، ظبط بس بعض النقط دي وهتبقى تمام. خش على محمود مصطفى. محمود بالنسبه لي في ديسكربشن تمام، مفيش ورك اكسبيرينس، في صوره كويسه يعني تمام، كلوزد وحلو قوي.
هنتكلم بقى على الكفرز بتاعت المشاريع. كفرز المشاريع ما ينفعش انك تكتبها سوشيال ميديا كده وتسيبها مظلمه، يعني عارف انا ما اتشدتش ان انا اخش اتفرج على المشروع بتاعك، فحاول دايما تكون ايه حاجه كده اتراكتيف تخليني اخش اتفرج على المشروع. برضو البرزنتيشن حاسس ان انت عامل صوره واحده، لا مش عامل صوره واحده وده لطيف، انت مقطع، بس طبعا هي ايه على حسب طبعا الشغل اللي انت بتشتغله. واضح ان هي لمدرسين، فحته بس ان انت يعني لو هتحط مثلا بوك كفرز دي حاول تحط افضل بوك كفر عندك ايه ويبقى موجود عندك يبقى تمام، وابعد كل البعد عن الكتابه بالعربي، يعني خلينا في بيهانس نهتم بالانجليش الا لو انت بتستهدف بقى فئه معينه، لكن لو انت عايز تبقى ديزاينر بروفيشنال خليك مستهدف كل الفئات، ما يبقاش بس مقتصر على الفئه دي. حاول يبقى عندك تنوع في الاعمال، ما يبقاش بس مقتصر على المدرسين، وكل التوفيق ليك. نخش على احمد طارق. احمد طارق سينيور جرافيك ديزاينر تقريبا. عندك ورك اكسبيرينس لطيفه، في ديسكريبشن ضايفه تمام، في كفرات، بعض الكفرات طبعا كويسه خصوصا الكفر ده. في عندي برضو تهيالي ده الكفر اكتر كفر عجبني فيهم، نفتحه جميل، ديسكريبشن حلو، مفيش مشكله لو براند عربي عايزين بقى نديله الكالتشر دي، بس لو ضفنا شويه انجليش برضه هيبقى لطيف، بحيث لو حد اجنبي فتح البروجكت بتاعك فيفهم انت عامل البروجكت ده ليه. في البرزنتيشن ناقصك شويه حاجات، يعني لو انت راسم الكلام ده كله وعامله بجد، يعني انت عامل اللوجو، فحاول بقى تحط الستبس بتاعتك، تتفرج على حد بيعمل براندنج، وفي ناس شاطره جدا لو كتبت حتى في السيرش بتاع بيهانس براندنج هتشوف بروسيس هتفيدك قوي في الحته دي. على فكره يا جماعه انا عايز اقول لكم ان انا تعبان جدا حتى من الدرس اللي فات، انا كنت في بدايه تعبي، يعني كان جالي دور برد شديد جدا حتى وانا بسجل لكم دلوقتي، فانا يعني فعلا تعبان قوي. بحاول على قد ما اقدر ان انا اكمل وما انقطعش عنكم، خصوصا السلسله اللي احنا بدأناها دي عايز اخلصها عشان في ناس كتير قوي بعتت لي بورتفوليوز، انا معايا بورتفوليوز فوق ال100 واحد، فانا بحاول ان انا يعني اكفر على كل الناس علشان كله يستفاد من الحته بتاعه تحليل بيهانس الاستراتيجي، فسامحوني لو انا مهنك شويه او تعبان شويه. تمام يا احمد، يعني حاول تهتم بحته الكفرز، حاول يبقى فيه تنوع في الاعمال، يعني ده هيفيدك اكتر، حاول تظبط البرزنتيشن بتاعتك. نشوف محمد تيتو. محمد تيتو عندك ديسكريبشن، عندك ورك اكسبيرينس تمام، كفرز في حاجات تشدني وفي حاجات لا، في شغل عندك قديم ممكن تستغنى عنه وتخليه درافت، اللي هي الحاجات اللي جايبه فيوز، ده زيرو فيوز شيله من غير ما نفتحه كده من بره. نخش مثلا على السوشيال ميديا ديزاينز، مع ان انا ما بعترفش بموضوع الفيوز، بس مش درجه زيرو فيوز، يعني زيرو فيوز دي اكيد البروجكت نفسه ايه في مشكله او انت ما عرفتش تسوق له صح. يا ريت نبعد عن الموك اب يا جماعه، اللي هو ده اللي هو احنا نحطه في قالب سوشيال ميديا، استعرض المشروع لوحده احسن اللي انت عملته الديزاين، علشان لما اجي افتحه يبان معايا كل الديتيلز بتاعته، ما يبقاش محطوط في قالب كده تمام. كده كده هو موجود على السوشيال ميديا، اكتب اسم الكلاينت عادي، وانا لو عايز ابص على الكلاينت فهدخل ابص عليه اشوف شغلك ده اوفيشال ولا ان اوفيشال. عندك لوجو جايد لاين، برضو البرزنتيشن عندك عايزه تتظبط، يعني محتاج ان انت تشتغل عليها اكتر. حتى هنا عايزين نبعد برضو عن المقاس الطولي ده، يعني حتى الكالرز بص طويله قوي واخده مساحه كبيره قوي وانا افتحها عندي، فليه انت محتاج تظبطها اكتر من كده. فخد بالك من البرزنتيشن، خد بالك من حته الكفر. بالنسبه للتنوع في المشاريع عندك تنوع فده زي الفل. الكفر الصوره عندك تمام وكله تمام، هو بس النقطتين دول لو ظبطتهم الدنيا عندك هتروح في حته تانية ان شاء الله كويسه جدا. نشوف احمد ابراهيم. احمد ابراهيم صوره كويسه، ورك اباوت مي تمام، في ديسكريبشن، مفيش ورك اكسبيرينس عادي، يعني ممكن لو مفيش مش لازم تحطها، لو في يا ريت تحطها. نشوف بالنسبه للكفرز، فانا عندي اول 3 هم اللي بالنسبه لي كويسين، بعد كده الباقي محتاج ان انت تعيد تصميمه تاني، ده لحد ما لطيف بس حاسس ان برضو يجي منه احسن. في عندك مشاريع قديمه حاول انك تخليها كلها درافت تمام، او تلم كل اللوجوز دي لو انت عايز تحطها تبقى في مشروع واحد. تعالوا نفتح اللوجو فوليو ده، ممكن تلاقيها اصلا فيه تمام لطيف، محتاج بس شويه حركات كده في البرزنتيشن تودي معاك الكواليتي في حته تانية خالص. سوشيال ميديا تايمز
تمام، انت حاططها لوحدها، دي حاجه كويسه. ده اللي بقول لكم عليه، ان انا يعني بص، هو الراجل عامل قالب واختار اللون عادي وحاطط الحاجه لوحدها، فاقدر ان انا اتفرج على الديزاين اشوف الكواليتي بتاعته. بس برضه هو يعني هي مرفوعه، بيكسلز بتاعها قليله، يعني محتاج ان انت تعلي الكواليتي شويه وانت بتشتغل عليه الديزاين. طب خدوا بالكم من حاجه، يعني انا اوفر اول انا عارف ان في ليفلز، يعني في حد جونيور، في حد لسه اصلا ما اشتغلش في مشاريع، في حد محترف اكتر في الديزاين، فانا واخد بالي من الحته دي وانا بقيم. بس انا بقول لك الملاحظات اللي تخلي البورتفوليو بتاعك قوي واحسن بكتير. نفتح البروجكت ده، لوجو براند ايدنتي، حلو اللي انت عامل الريسيرش بتاعك ده، لطيف جدا. تمام، كويس جدا، جميل. في تنوع في الاعمال، نفتح حاجه سوشيال ميديا برضو. جميل. تمام، خد بالك من الكفرات، عشان الكفر زي ما قلنا قبل كده بيشد الانتباه. وظبط البرزنتيشن اكتر، ان شاء الله هتوصل وهتبقى حد جامد جدا. وشكرا ليك، نخش على اللي بعده. لو انت مهتم تتعلم جرافيك صح، فانا عملت لك كورس تصميم اعلانات مجاني على القناه، هتلاقيه في بلاي ليست منفصله بالترتيب. الكورس ممنهج هيوصلك وهينقل مستواك من مبتدئ لمحترف، علشان تبني تصميم ما فيهوش غلطه وبشكل عملي خطوه خطوه لغايه ما توصل لطريق الاحتراف. كل الشغل هيبقى عملي، وهنشرح اجزاء نظري علشان تكون ملم بكل النقاط، تطلع تصميم ناجح. كمان هتابع معاك على قناه التليجرام علشان لو في اي حاجه وقفت قدامك، وعلشان نقيم شغلك بعد تطبيق كل درس. كمان هتلاقي على القناه فيديوهات هتفيدك جدا في مجال تصميم الجرافيك. كمان لو دخلت على قائمه التشغيل هتلاقي فيه كورسز كتير مجانيه تقدر تستفاد منها بشكل مجاني على القناه. ياسين شريف. ياسين شريف في description، في work experience، في description هنا بس بتاعي مفيش work experience موجودة، في صورة كويسة. تعالوا نشوف المشاريع. يعني يمكن يشدني اكتر حاجة ان انا افتح المشروع ده، advertising campaign. تمام، في بعض العيوب هنا، في حاجة هنا كده اسمى زين، خد بالك منها. لو حاولت تظبطها وترفع تاني الصورة يبقى خطير جدا بالنسبة لك. برزنتيشن عندك محتاجة تبقى قوية. الكفرات، كفرات المشاريع عندك، اي كفرز عندك محتاج يتظبط، يعني كلهم all of them، حتى هنا محتاج تظبطه علشان خاطر يبان معاك المشروع اكتر. والبرزنتيشن وعندك كمان جودة التنفيذ محتاج ان انت تاخد بالك منها، يعني زي الصورة هناك في حتة منها مقطوعة، في حتة منها متظبطة. عندك برضو السيارة، صورة الديزاين بتاع العربية ده اصلا في غلط في الديزاين، يعني العربية تحسها مقلوبة، يعني جايه كده مش مظبوطه. فمحتاج طبعا انت تجيب بوزز كويسه، حتى الطريق، حتى البيوت، يعني البرسبكتيف بتاعها محتاج شغل كتير جدا علشان يظهر معايا. نخش على محمود خالد. محمود خالد يعني كفرز حلوه بصراحه، جميله جدا، ده تحفه طبعا، تحفه جدا. محمود خالد في ورك اكسبيرينس، في ديسكريبشن، في صوره لطيفه جدا، في كفرز حلوه قوي تشدك وانت يعني خلاص تشد الانتباه. يعني بص هو انا عامل ايه، انا بالنسبه لي اخش كده اشوف المشروع ده وانا مبسوط، يعني عشان الكفر شدني. يعني حتى كمان حته الكواليتي في التنفيذ، فهي بصراحه حلوه جدا، فتسلم ايدك. تمام، شايفين احنا برضو هنا ايه، هو سايب كل ديزاين لوحده اهو. يعني احنا لو فتحنا ده كده خلاص، ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت تفتح كل ديزاين ايه لوحده، ده هيبقى احسن بالنسبه لي عشان اقدر اشوف الكواليتي بتاعتك رايحه على فين. عندك كمان حته الفاريشن، يعني في الاعمال كويسه. في السوشيال ميديا في حاجات كده وحاجات كده. نفتح برضو ده، جميل جدا، حلو قوي حلو قوي الديزاين ده عامه، تسلم ايدك. اوفر اول بالنسبه لي بصراحه انا اتبسطت بالبورتفوليو بتاعك. يعني لو عندك بقى حاجات درافت حاول تخليها درافت، يعني حاجات قديمه لو محتفظ بيها وشايفها كويسه بالنسبه لك خلاص مفيش مشكله كملها. بس ده غريب جدا، يعني زعيم السطح ده ممكن يكون قديم قوي بالنسبه لك فايه. بس هو حلو، بس مش عارف الكفر بتاعه مبكسل، في حاجه غلط تحس عايز يتظبط، بس ده عشان قديم. لكن اوفر اول الدنيا لطيفه جدا عندك، فبرافو عليك وربنا يوفقك ان شاء الله. يعني حته ان انت تبقى منوع في الاعمال، فدي حاجه حلوه قوي، وبتخلي اللي هو ايه، اللي عايز يشغلك معاه في شركه يشوف انت بتشتغل على كذا حاجه، مش بتشتغل بس على حاجه واحده.
فاهمين الفكره؟ معلش انا بحاول ان انا اتكلم بسرعه بس علشان الحق ان انا اشوف اكتر من بورتفوليو. بالنسبه لي المشروع ده يعني غريب قوي الشادو بتاعه، فحاول ان انت تشتغل عليه تاني، يعني حاول ان انت تظبطه. حلو اللي انت دامج ما بين الستريشنز او الحاجه الابستراكت مع العربيه، بس خد بالك من حته الشادوهات دي. والكفرز عندك تحفه. نشوف اللي بعده. محمود جلال مفيش صوره، محتاجين صوره. في ورك اكسبيرينس، في ديسكريبشن، في ثامب نيل، في حاجات كويسه وفي حاجات لا، فمحتاجين ناخد بالنا منها. في شغل قديم ممكن نخليه درافت عندي، الحاجات اللي هي اللي تحت دي خالص حولها لدرافت. حاولوا دايما تخلوا المشاريع، يعني اجمل المشاريع موجوده فوق، يعني حتى ممكن تستغنى عنها، انت تشوفها مش بس، يعني ما تعملهاش ديليت بس غيرك ما يشوفهاش، عشان دي تديلك قوه اكتر. انا عارف ان انت ساعات بتبقى في حاجات عايز تحتفظ بيها، يعني زي لو دخلت عندي على البورتفوليو هتلاقيني في حاجات مرسومه قديم انا بحبها، بس اكيد في شغل كلنا كجرافيك ديزاينرز عاملين له ايه، عاملين له درافت. برزنتيشن لطيفه تمام. آه محتاج زي ما قلت لك تاخد بالك من الثامب عشان ده غريب قوي، وبلاش الحته اللي هي القسمه دي في الثامب مش حلوه، في الكفر قصدي، بلاش الحته دي في الكفر مش حلوه. محمد مصطفى الصورة تمام، الورك اكسبيرينس بتاعي مفيش ولا في ديسكريبشن، حاول تظبطهم. عندنا كمان الكفر، الكفرات المشاريع محتاجة ان انت تشتغل عليها تاني علشان خاطر تبقى احسن وافضل وتشدني ان انا ادخل اتفرج على المشاريع. بلاش اللي هي ايه الفريم اللي انت عامله ده، انا بقول لك انت لمصلحتك الحته دي، فانت حاول تشتغل عليها. انا بالنسبه لي انك مثلا لو حطيت حتى رنين كده لوحدها تمام، لو حطيت مثلا اجمد ديزاين انت عامله واضح ان في شغل جميل عندك، خليه هو يبقى الكفر، يعني يبقى هو الكفر وتكتب عليه حتى سوشيال ميديا، تكتب عليه اي حاجه، فده هيبقى احسن ليك. تعالوا، واضح ان انت كمان شاطر في التيبوجرافي ودي حاجة حلوة جدا، فاهتم بيها ونمي الموهبة دي علشان تظبط معاك اكتر. حتة البرزنتيشن خد بالك منها، محتاج تشتغل عليها تاني علشان شغلك يظهر احسن، عندك تنوع في المشاريع ودي حاجة كويسة جدا. عندنا مجدي الشافعي في اكسبيرينس لا، بس في ديسكريبشن تمام. كفرات المشاريع عندي مش كلها احسن حاجه، يعني في السوشيال ميديا ده كويس، ده برضو ما يشدش ان انا ادخل اتفرج عليه، فانا محتاج هنا ان انا اشتغل على كم كبير قوي من الكفرز بتاعت المشاريع عشان عندي الموضوع يبان احسن. ولو عندك حاجات قديمه زي دي درافت، حاول تخليها درافت او حتى تغير الكفر بتاعها وتخليه بشكل جديد وجذاب فيشدني. وبالنسبه للكفر هنا شيل الكلام ده كله، انت كده كده حاطه عندك تحت هنا تمام، حاطط تويتر وفيسبوك كل حاجه، فشيل الكفر ده واكتفي ان انت تكتب جمله عنك، كود انت بتحبها، اي حاجه انت عايزها. نفتح اول مشروع سوشيال ميديا، نشوف حته البرزنتيشن والكواليتي في التنفيذ. تمام، برزنتيشن يعني محتاجه شويه شغل برضو، كواليتي في التنفيذ طبعا هي بتفرق من الليفلات، بس لحد ما الدنيا لطيفه. بس برضو يعني انا عايزك تبص على الكورس اللي انا نزلته، الكورس ده جامد جدا وقوي قوي، فلو خدت بالك منه هيفيدك قوي بقى في الحاجات اللي هي التاتشات بتاعه التيبوجرافي والشادو والظل والنور وهكذا، وربنا يوفقك ان شاء الله. نشوف محمود عبد الوهاب في ورك اكسبيرينس، في كونتاكت انفو ديسكريبشن، لكن مفيش صوره للاسف، فلازم تهتم وتحط صوره. كفرات المشاريع مش كلها قويه تمام، اعتقد ان انت محتاج تعيد تاني الكفرات بتاعتك علشان خاطر تشد برضو الانتباه. نفتح اول مشروع عندي، presentation يعني برضو محتاج ان انت تشتغل عليها اكتر. القص برضو، يعني عارف انت عندك حاجات كده في الكواليتي بتاع التنفيذ محتاج ان انت تشتغل عليها عشان الدنيا عندك. اهتم بالتفاصيل وخد وقتك في المشروع، لو اهتميت بالتفاصيل وخدت وقتك في المشروع هتطلع حاجة قوية جدا جدا. تعالى برضو نفتح شغل كوميرشال اللي هو العربيات برضو، بس بقول لك البرزنتيشن يعني في محتاج ان انت تشتغل عليها اكتر. طبعا كل ما تشوف كتير كل ما هتطلع احسن، دي اقوى نصيحة اي حد يقدر يقدمها لك في المجال ده. بص، اقوى نصيحة تسمعها
وتحطها كده يعني قدامك وفي فكرك على طول وانت شغال، لازم تعمل ريسيرش محترم قوي وتتفرج على شغل مشابه وشغل حتى مش مشابه كل يوم. غذي بصرك قوي، هتعمل شغل جبار، واهتم بالتفاصيل، ما تستعجلش ابدا، اياك تستعجل. تمام. يعني برضو لو اشتغلت على نفسك في حته الكواليتي والبرزنتيشن، الموضوع عندك هيروح في حته تانية. اوفر اول تسلم ايدك. وحط صوره باسم منصور. باسم منصور براند ديزاينر. عندنا في ديسكريبشن، مفيش ورك اكسبيرينس. عندنا في الكفرات، ده حلو ده حلو، ممكن نخش نشوف. اول مشروع عندي about keywords في presentation. واو حلو حلو ده، يعني ده حلو. بص حتى يعني presentation هو مقسمها ازاي، فده لطيف جدا. يعني انا بالنسبه لي كبرزنتيشن براندنج من الناس كلها اللي عامله براندنج، فمحمود هو افضل واحد عملها. حلو قوي، تسلم ايدك. فباسم عفوا يعني احسن واحد عملها في اللي انا شفتهم لغايه دلوقتي. اللوجو فوليو حلو قوي، حلو. اللوجو ده جميل، تسلم ايدك. واضح انك مهتم اكتر بالبراندنج، ودي نقطه حلوه جدا، يعني برافو عليك بصراحه. تسلم الايادي، جميل جدا. اهتم بالكفر، يا ريت تعمل حاجات زي ما انت عاملها تحت هنا كده، اللي فوق ده تعمله برضو على تحت عشان الموضوع عندك يبقى اقوى، وان شاء الله ربنا يوفقك. نشوف فاتن سيد. فاتن سيد في صورة، مفيش description، مفيش work experience. كفرات، اغلب الكفرز محتاج ان احنا نعيد تصميمها تاني عشان نطلعها بشكل احسن. ممكن ده يبقى كويس، يعني ده احسن واحد اليوم الوطني السعودي. خلينا نكتبه عربي انجليزي يعني عشان الدنيا تبقى عندي افضل. تمام. وناخد بالنا برضو من حته البرزنتيشن، بلاش اللي هي الواحده دي. شفتي لما انا دوست اللي حصل كلها ظهرت كده قدامي، فانا عارفه ايه اللي هو مش عايز يعني لسه هزومت، ما خلاص كانت موجوده على البيهانس. لكن انا بحتاج لما اعمل الحركه دي ابقى عايز اشوف ديتيلز اكتر في الفيجوال بتاعك، فاهتمي بحته البرزنتيشن وحته الكفرز وحته الديسكريبشن بتاعتك والكواليتي طبعا بتاعه التنفيذ عشان الموضوع يروح في حته كويسه جدا. نشوف اخر واحد ونبعد يا جماعه عن المالتيبلاي اونرز نهائي. انا يعني لما بيبقى في بروجكت قدامي، لما حد بيقدم على وظيفه بيبقى مالتيبلاي اونرز، انا مش هدور لغايه ما اشوف مين اللي عامل البروجكت ده، مين فيهم. فاحنا اكيد مش هنعمل كده. تمام. فنبعد عنها تماما، او حتى لو عايزينها نخليها تحت. خدوا بالكم احنا مش بناخد بالرقم ده بتاع الفيوز، يعني بص هتلاقي الرقم ده اكبر رقم هنا. فاحنا لما بنشوف كده وبنشوف هنا نقول لا ايه الدنيا ضعيفه، يعني المالتي بلاي اونرز دي بتضعف اكتر ما هي بتقوي، ودي وجهه نظري برضو. يعني في عندنا فلك، اعتقد اسمك فلك، فيجوال ارتست في الرياض. اهلا باهل الرياض حبايبنا. ورك اكسبيرينس لطيفه، ديسكريبشن لطيف، كفرز في حاجات كويسه، ده حلو قوي تحفه، ده جميل برضو، ده لطيف. في حاجات برضو محتاج ان احنا نشتغل عليها، مفيش مشكله. فنفتح اول بروجكت عندي، بلاش يوم التاسيس يعني شفت كتير قوي. برزنتيشن حلو، برزنتيشن لطيفه، تسلم ايدك، جميل. ايوه انا افتح كده الصوره اشوف ده نظام الكريد، اشوف بقى ديزاين، اشوف خش هنا كده اشوف ديزاين عامل ازاي، اتبسط. فده بالنسبه لي حلو جدا. تمام. نخش على الديزاين بتاع الشوز. جميل حلوه دي قوي، ارتستيك جدا. بحب الحاجات اللي هي بيبقى داخل فيها فنانين، لوحات فنيه، مش عارف ايه، داخل فيها حاجات كده قديمه، دي بحبها جدا. ده نيوتن يعني وبتاع وماسك الشوز، فده لطيف قوي عشان حته الجرافيتي دي. فاوفر اول تسلم ايدك. يعني بالنسبه للبرزنتيشن تمام، كواليتي التنفيذ تمام، فبرافو عليك، ربنا يوفقك دايما. نخش على آية زناتي، مش عارف ايه 1، احنا ممكن نشيل 1 دي. عندي ديسكريبشن، مفيش work experience. الكفرات كلها محتاج ان انا اعيد تظبيطها من اول وجديد، والمشاريع واضح من الكفرات طبعا، المشاريع كمان محتاج ان احنا نشتغل عليها. فبنصحك ان انت تاخدي كورسز، تتفرجي عندي على الشانل، منزل كورس جامد جدا، اهتمي بالحاجات دي قوي، وان شاء الله ربنا هيوفقك. نخش على اللي بعده. غدير الوحش.
مفيش صورة، وده طبعا حاجة تضعف البورتفوليو. عايزين صورة شخصية. ديسكريبشن محتاج يظبط. ورك اكسبيرينس محتاجينها. تمام. الكفرات محتاج ان انا اشتغل عليها اكتر علشان الموضوع يبان عندي احسن. برضو ممكن نفتح مشروع فنشوف، يعني واضح برضو ان انت لسه بتبدأي، فربنا يوفقك ان شاء الله. اهتمي اكتر ان انت تشوفي مشاريع برزنتيشن. خدوا بالكم برضه انا عامل حلقه قويه جدا عن ازاي تنزل مشروع على البيانس، دي هتفيدكم قوي ان انتوا تنزلوا مشروع بشكل حلو، وهتديكوا كواليتي جامده جدا في الفاينل. كرولوس، تعال نشوف كرولوس. عندنا في صورة، في ورك اكسبيرينس، في ديسكريبشن، تمام، في ديزاينز، تمام، لطيفة، في كفرز، ده حلو ده حلو ده حلو. لطيف جدا، جميل. تعالوا نفتح كده واحد نشوف بقى حتة البرزنتيشن عاملة ازاي. مش هو انت حاطط السوشيال ميديا، مش كاتب اي ديسكريبشن او حاجه، فانت عامل بس فايل وحاطط عليه الشغل. اهتم اقرب اكتر بالديسكريبشن علشان الموضوع يبقى معاك افضل يعني. لكن الكواليتي بتاع التنفيذ هايله، تسلم ايدك. اهتم بس بحته البرزنتيشن دي، هتروح في حته تانية. جميل جميل، تمام جدا، برافو عليك. هيثم ماهر، هنشوف هيثم في صورة بس من بعيد، حاول تخليها كلوزد. عندنا ديسكريبشن، ناقصنا work experience، عندنا covers. ده غريب شوية، يعني ممكن نفتح السوشيال ميديا نشوف برضو. حاول تظبط الكفرز دي تاني، انا قلت لك عليها كلها اللي تحت. تمام. انت حاطط السوشيال ميديا بتاعتك، برضو محتاج ان انت تظبط موضوع البرزنتيشن ده اكتر، وتسلم ايدك اوفر اول يعني. نفتح بروجكت بتاع ريد بول ده. انت هنا عامل برزنتيشن لطيفه، بس طبعا يعني بلاش سلوجان، بلاش نضيف الحاجات دي، يعني ممكن نسيبها عادي. كلر مود هنا يعني محتاج تظبط اكتر من كده بكتير خالص. بص الكان هنا فيها حاجه غلط، القص كمان، كواليتي في التنفيذ محتاجه تظبط عندك بشكل احسن. تمام. نشوف بقى محمد فرج ولا ايه؟ طبعا انا بشكر كل المتابعين تاني اللي بعتوا كل البيهانس بتاعكم، بجد شكرا ليكم وشكرا لثقتكم فيا. ومستني كمان لو حد عايز يبعت البورتفوليو بتاعه عشان نقيمه. وكده كده ان شاء الله في جزء تالت وفي جزء رابع كمان. اطمنوا يا جماعه، كل الناس اللي بعتت شغلها هيتظبط، ما تقلقوش خالص خالص. وعايز ابشركم ان شاء الله على الشانل الفتره الجايه في حاجات كتير قويه وفي مفاجآت. فعايزكم بقى تظبطوني كده، لايكات والشير الجامد جدا، تمام، والكومنت الرايق قوي. وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناه، لان في ناس لغايه دلوقتي على فكره مش بتشوف القناه، تشوف الفيديوز كده وتخلع. لا، اهتم كده بالموضوع، وانزل دلوقتي كده اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس. وعايزين كده تفاعل في الكومنتس، يعني عايز افتح كده البروجكت للناس اللي انا بتكلم عنها في مشاريع، يعني تقول لي كلمه شكرا حتى، يعني ثانك يو، احنا اهتميتوا وظبطت لنا الموضوع ده. يلا، انا بهزر معاكم، براحتكم، اللي عايز يعمل كومنت يعمل، اللي مش عايز يا عم براحتك. المهم اشوفكم على خير في درس جديد. سلام.